عارف لما تروح تقول لوالدتك اعمل لي اي حاجه تسد جواي، اعملي لي اي حاجه تسد جواي. هو ده اللي حصل في الماتش. يعني ماتش الزمالك الحكم سيء جدا 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 جدا. بيجي في التافهه ويتصدر حاجات ملهاش اي 30 لازمه، بيحسبها فاولات. في فاولات حقيقيه داخل منطقه الجزاء او قرب منطقه الجزاء، ما بيشوفهاش تقريبا، ما بيجي عندها وما بيشوفهاش. الأرضية بتاعت الملعب زي الزفت، حرفيا زي الزفت. أرضية ملعب سيئة جدا 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 جدا. أنا مش قادر ألوم لعيبة الزمالك، كان في ايديهم فرص. اي نعم هو لعب تعاوني، يعني عارفين الشركات اللي هي كان اللي هي الشركات اللي بتبدل مع بعض منتجات. يعني انت عندك شاش، انا عندي ميكروكروم، انت عندك سرنجات، طب نبدل مع بعض. اللعيبه بتاعت الزمالك عندها ميس باص، طبعا مش بنفس الكميه اللي كانت عند لعيبه المريخ. آه، ماتش نقدر نقول احسن ما فيه هو التعادل. يعني هو حتى معلق المباراه بيقول لك انهي يا حكم دلوقتي. يعني ماتش سيء جدا، النجيله سيئه جدا 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 جدا. نقطه احسن من ما فيش، انا شايف ان هي حاجه يعني مقبوله او مبلوعه. ممكن تكون النقطة ديت، يعني أنا عمال أتذكر في الكونفدرالية لما كان مستوانا ابتدى سيء، ولما كان أيام كريستيان جروس يعني كان مستوانا سيء جدا جدا جدا، وابتدينا بخسارة وبعدين تعادل. يعني حاطط الأمل جوايا، زي أي حد حاطط الأمل جوايا إن ممكن لسه طالما في الزمالك موجود، طالما لسه في فرصة على الورق. الفرصة لسه ما راحتش. حسيت في الآخر إن فريرة عايز الماتش ينتهي تعادل، لان النجيله حرفيا حرفيا زي الزفت. يعني انا اول مره اشوف زيزو بيحصل فيه كده. يعني ممكن توقيت المباراه كمان، توقيت الماتش كان بالصبح، الصبح بالنسبه لهم، بس ده ممكن يكون عيب من اللعيبه او من الجهاز الفني، بس ان هو ما بيدومش تدريبات او ما بيعملهمش تقسيمات الصبح. بس بالنسبه للارضيه، ارضيه الملعب زي الزفت، حرفيا زي الزفت. يعني انا بشوف الكوره طالعه بحاجه كده، انا مش عارف ايه هي. يعني الرجل اللعيب طالعه بحاجه، انا مش فاهم ايه دي. يعني انا مش عارف هي ميه المطره بتمطر، ما هو فيش مطره قدامنا. طب انا النجيله بتطلع مثلا من على الارض، يعني بتتشال من على الارض. ما اعرفش. يعني هو احسن حاجه في الماتش دوت ان هو كان التعادل دوت. يعني هو اميز ما فيه كانت النقطه. ما اقدرش اقول الوم على اللعيبه، ما اقدرش الوم على فريرة. كانت التشكيله متوازنه، مش هقدر اقول له انت ما نزلتش مين على حساب مين، لان اللعيبه من هنا ومن هنا بيغلطوا. يعني لو كانت نجيله عاديه بس كانت متقحطه شويه او فيها يعني شويه مشاكل، كانت هتبقى افضل من ديت. هي زي ما قلت لحضراتكم كده، هي بالظبط ايه. عارف لما تقول للحاجه والدتك اعملي لي اي حاجه انا جعان، يعني هي حاجة تسد الجوع من الآخر، ولا فيها زيادة ولا فيها نقص. نتمنى طبعا إن شاء الله للزمالك التوفيق الفترة اللي جاية في الماتشات اللي جاية. حاسس إن هو مع الوقت هيكون أفضل. يعني حاسس إن هيجي 3 نقط من الماتش الجاي. نقفل بقى الصفحة بتاعت الماتش دوت، ونشوف اللي بعده ونفكر في اللي بعده. وإن شاء الله تكون حاجة كويسة. يعني أنا مش قادر ألوم فريرة بصراحة، مش قادر ألوم اللعيبة. يعني مش قادر أقول اللعيبة يعني الأرض سيئة. هو ده مش مبرر. يعني انت كان في ايدك فرص تخلص بيها، كان في ايدك فرص. الجزيري، يعني انا لو هلوم على فريرة بس في حاجة، انت ليه ما غيرتش دم الجزيري؟ يعني ما هو الجزيري خلاص بقى، خلاص. يعني على فكره احمد سيد، إن زيزو النهارده كان مش حلو، بس مش حلو ما اقدرش اقول ان هو مش حلو منه. ما هو انا عامل اللي عليه. انا حاسس ان هو عامل اللي عليه. يمكن حد يختلف معايا او يتفق معايا، بس انا شايف ان هو عامل اللي عليه. هو المشكله كلها كانت في ارض الملعب. فما اقدرش الوم بصراحه فريرة على اي حاجه غير على التاخير. وكان ممكن ينزل يوسف اسامه نبيه بدل الجزيري. اعتقد ان هو حتى لو مش في مركزه هو دوت، هيلعب شمال. اي نعم الجزيري مش هيبقى موجود في النص، خلاص ملوش لازمه. ما هو كده كده بيعمل ايه؟ يلعب ويقع، يلعب ويقع، يلعب. هو ده اللي بلوم عليه فريرة. سلام.